تمرين درع الجزيرة المشترك 10 والذي تجرى فعالياته بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يشارك فيه الجيش الكويتي إلى جانب قوات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالقوة البرية والبحرية والجوية، حيث يختتم التمرين بالتاسع من مارس الجاري. من جانبه صرح آمر القوة الكويتية المشاركة في التمرين العميد الركن فواز الحربي. يشارك الجيش الكويتي بتمرين درع الجزيرة 10 والمنعقد حاليا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يأتي ضمن سلسلة تمارين درع الجزيرة المشتركة التي انطلقت منذ عام 1983 واستكمالا لما تم تحقيقه في تمرين درع الجزيرة 9 والذي انعقد في الكويت، والذي نقل تمارين درع الجزيرة نقلة نوعية. والهدف من التمرين الحالي هو رفع المستوى القتالي والتدريبي في مواجهة التهديدات النظامية والغير نظامية ومختلف التهديدات الأخرى. وتأتي مشاركة الجيش الكويتي بقوة واجب مشتركة برية بحرية جوية ودفاع جوي ودفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ووحدات مساندة قتالية إدارية وفنية. الجدير بالذكر أن تمرين درع الجزيرة 10 قد انطلق بتاريخ 23 من فبراير الماضي في مرحلته الأولى، والتي تضمنت وصول القوات عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، ومن ثم بدأت مرحلة التدريب الأكاديمي والتي اشتملت على محاضرات لجميع القوات المشاركة بالتمرين. بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية للتمرين والتي تضمنت تمرينا لمركز القيادة تم من خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية. أما في المرحلة الثالثة من التمرين ينفذ التدريب الميداني بالذخيرة الحية وصولا للمرحلة الرابعة والأخيرة، والتي ينفذ من خلالها العرض الختامي بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.